دي تمرينة الرجل بلعبها مرة واحدة بس في الأسبوع، بشغل فيها كل عضلات الرجل اللي أنا محتاجها. تمرينة مش طويلة، ممكن تخلصها في ساعة إلا ربع ساعة بالكتير. يلا بينا. بدأت أول حاجة جهاز الضمة أو الأدكتورز. بالنسبة لي الضمة تسخين كويس جدا قبل السكواتس، وفي نفس الوقت برضه بتدي شكل حلو لرجلك لو انت بودي بيلدر. بعدين بدأت أول حاجة سكوات بعد ما سخنت طبعا كويس، توب سيت 4 بليتس. وهنا بحط الاسترابس بالشكل ده عشان بتريح كتفي أكتر. دخلت أول حاجة توب سيت بالفور بليتس، لعبت بيها حوالي من 5 ل6 عدات، كانت مجموعة مميتة لحد الفيلير. بعدين قللت 20 كيلو من الوزن ودخلت مجموعتين باك اوف بنفس الوزن ده من حوالي 10 ل 12 عدة. استعنت فيهم هنا برنج أحسن، وفي نفس الوقت برضو كنت بحاول أعمل قوة انفجارية إن دي هتساعدني جدا في المصارعة. بعدين دخلت على جهاز الليج كيرل، وكنت حاطط زي باد كده على الجهاز، دي بتساعد ان انا اعمل رينج اوف موشن اكبر، وفي نفس الوقت بتريح ظهري شويه، فجربوا التيب دي هتنفع جدا. بعد ما سخنت دخلت 3 مجاميع، او ممكن تلعب 2 توب سيت وواحده باك اوف. برضو حطيت نفس الباله تحتيه، وكنت بلعب برينج ان انا ما اعملش ستريتش للاخر عشان تستفاد اقصى استفاده في التمرين ده بالذات. حاول لا تخلي الاستريتش مش لحد الاخر، وتعمل برضو الحركه اكسبلوسيف. هنا نزلت الوزن شويه ولعبت باك اوف، وصلت بيه من حوالي 8 لحد 10 عدات. برضو حاول ما اعملش ستريتش للاخر. تاني حركه عشان الهامسترينجز وهي الار دي ال بالدمبل او رومانيان ديد ليفت. بالنسبه لي دي موف قويه جدا، اساسيه جدا، بتحتاجها عشان تطور الهامسترينجز عندك. وهنا لعبت بال50 كيلو، طبعا الوزن ما كانش اتقل حاجه، فوصلت بيه حوالي من 10 ل 12 عده، وتاكدت ان انا لحد الفيلير. اخر تمرين للكوادز وهو الليج اكستنشن. طبعا الجهاز ده في معظم الجيمات بيبقى خفيف لو لعبته يعني رجلين مع بعض، ولكن انا بصراحه ما بحبش ان انا العب رجل واحده، فزي ما انتم شايفين كده حطيت الجيم بين وبدات اتمرن بفورم كويس. وزن كان اتقل شويه فاستفدت جدا. برضو بخش 3 مجموعات عشان انا طبعا بلعب الرجل مره واحده في الاسبوع. انت ليك الحريه تقسم مجاميعك زي ما انت حابب. اخر تمرين معانا وهو السمانه. ناس كتير بتفكسه وانا شخصيا بفكسه كتير، بس قلت المره دي لا، لازم ادخل بصراحه، ودخلت مجموعتين من 10 ل 12 عده. دي كانت تمرينة النهارده، جربها وقولي رايك في الكومنت.